حكمها وقيادتها الشعوب. اليوم للأسف هذا الحق سلب من الأمة، ليس فقط من الأكراد، الأمة مسلوبة الإرادة. كثير من الدول تعيش باستعمار باسم الدكتاتورية، هي استعمار. وطبعا أشد وأخبث أنواع الاستعمار في التاريخ هو هذا الاحتلال الصهيوني لفلسطين. لا تظنوا أنكم فقط الشعب المظلوم، شعوبنا كلها مظلومة. الشعوب العربية التي تعيش في استبداد هذا أيضا ظلم. أنا أؤمن بحق الشعوب في اختيار قادتها وفي عزلهم، حق الشعوب في اختيار نظام حكمهم. الشعوب من حقها اختيار دينها، اختيار عقيدتها، اختيار طريقة عبادتها. بالتأكيد الشعب الكردي من هذه الشعوب التي يجوز لها ويجب أن تعطى هذا الحق. والشعب الكردي هو من الشعوب التي ظلمت ظلما لم يقع على معظم الشعوب في تاريخ العالم. الله يحييكم. لا أقول هذا مجاملة لكم، أنا قلته قبل الاستفتاء وقلته علنا في مواقعي في الفيسبوك وتويتر وغيرها، فهذا موقفي المعلن. وهذا موقفي المعلن ليس فقط لكم وإنما لكل الشعوب المظلومة والتي تعيش تحت احتلال أو تحت استبداد. نكمل حديثنا حول مدرسة الحياة. فالحياة تجارب مستمرة لا تتوقف، تجارب الحياة لا تتوقف، والإنسان العاقل هو الذي يتأمل في هذه التجارب. علمتني الحياة أشياء كثيرة، ولذلك لما جئت أكتب وأسجل برنامجي عن علمتني الحياة، برنامج علمتني الحياة وقع في 60 حلقة تلفزيونية ولم ينتهي، وكتابي أو كتبي حول علمتني الحياة وصلت إلى 10 كتب كلها في سلسلة علمتني الحياة ولم تنتهي. فالحياة تعلمنا باستمرار، وتجارب الحياة تعلمنا باستمرار. وأنتم يا شباب تعيشوا تجارب اليوم وسوف تعيشون تجارب في المستقبل، فتعلموا منها وتذكروا أن هذه التجارب تعلمنا. كثير من الناس يمر بتجارب ولا يتعلم، والعاقل من اعتبر من التجارب ومن اعتبر من تجربة غيره. ولذلك لما أقول التجارب هنا لا أتحدث عن تجربتكم أنتم فقط، وإنما تعلموا من تجارب الآخرين. اقرأوا يا شباب، اقرأوا سير الناس في التاريخ من الصالحين والفاسدين. اقرأوا سير العظماء، اقرأوا سير الطغاة، اقرأوا السير، اقرأوا قصة كفاحي لهتلر، اقرأوا، لأن هذه بشرها وخيرها تعلمنا كيف نتقي الشر وكيف نزيد من الخير. فهذا كله من تجارب الحياة. والتاريخ هو أحد المدرسين العظماء، والله سبحانه وتعالى أرشدنا قال لنا قل سيروا في الأرض انظروا في ماذا؟ انظروا في التاريخ، انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا تأملوا انظروا. هو لم يقل فقط اقرأوا وإنما انظر. النظر هو ليس فقط النظر بالعين، النظر هو التأمل، هو التفكر، هو تعلم من تجارب التاريخ. فالتاريخ، أنا أنصح كل الشباب الذين يطمحوا أن يكونوا قادة في المستقبل ويطمحوا أن يكون لهم أثر في قيادة دولهم أن يكثروا من قراءة التاريخ، لكن يقرأوا من التاريخ الموثوق، ويقرأوا قراءة المعتبر المتأمل الذي يبحث عن الدروس. في بعض الناس على فكرة يستمتع بالقصص، وفي بعض الدعاة والعلماء يكثر من القصص، والقصص لا شك شيء جميل، ولذلك القرآن الكريم ثلثه قصص،
ثلث القرآن الكريم قصص. لكن القرآن الكريم عندما يعرض القصص يعرضها معها الدروس والعبر والمعاني، ما يعرضها هكذا مجردة. فتعلموا من التاريخ، من قراءة التاريخ ليست قراءة تسلية، وإنما قراءة تأمل واعتبار. وبالتأكيد نحن نتعلم من الآخرين، نحن نتعلم من الآخرين، سواء الذين عاشوا معنا واحتكينا بهم، أو الذين يعيشوا في دول أخرى في الشرق والغرب، أو الذين عاشوا قبلنا. اقرأوا السير بما فيها سير الناس الأحياء الذين كتبوا سيرهم، تعلموا. العاقل ليس بالضرورة أن يجرب كل شيء، وإنما العاقل هو الذي ينظر في تجارب الآخرين وما هي الدروس من تجارب الآخرين حتى لا يقع بها، وحتى لا يخطئ كما أخطأ من قبلنا. أنتم جيل محظوظ، عندكم اليوم من يعلمكم كثير من هذه الدروس، بينما نحن جيلنا كان قليل من يعلمنا دروس التاريخ ويعلمنا دروس الحياة. موضوع مثل مدرسة الحياة لم أسمعه لما كنت في أعمار معظمكم، فتعلمته من القراءة، تعلمته من القراءة. وأنا الحمد لله قارئ نهم، أنا أقرأ كثيرا، يعني للأسف الشباب اليوم كثير منهم لا يقرأ، أو إذا قرأ يقرأ قليلا، لكن القراءة تعلمنا. أنا الحمد لله أقرأ أقل شيء 10 كتب في الشهر، وتصل إلى 20 كتاب في الشهر. فاقرأوا، اقرأوا. هذه القراءة تفتح الآفاق، تعلم الدروس، توفر عليكم الأخطاء. أكثروا من القراءة. والحد الأدنى، الحد الأدنى للشباب المثقف هو قراءة كتابين كل شهر، هذا هو الحد الأدنى. أما الذي يريد أن يكون عالما أو مفكرا فبالتأكيد ما تقل قراءته عن 7 كتب بالشهر. فاقرأوا، اقرأوا كثيرا وتعلموا من القراءة، لكن اختاروا الكتب صح، واسألوا قبل أن تقرأوا أي كتاب. وعندي لكم نصيحة، لأن اليوم وجدت ظاهرة منتشرة بين الشباب بشكل كبير، وهي أنهم يكثروا من قراءة الروايات. والروايات شيء جميل، وإذا كتبت بشكل صحيح قد تغير الدنيا على فكرة، لكن كثير من الروايات عاطفية ليس فيها أي دروس، ليس فيها أي معاني. لا تكثروا من قراءة الروايات. والنصيحة التي أنا أنصح بها، اقرأوا الروايات، لكن لا تزيد قراءة الروايات عن 10% من مجموع الكتب التي تقرأوها. فمن كل 10 كتب ممكن تقرأوا رواية واحدة. اليوم نجد كثير من الشباب والفتيات معظم قراءتهم روايات، وقليل ما يقرأ كتب المعرفة. الكتب في الدنيا على فكرة تم تقسيمها إلى 3 أنواع، جميع الكتب اللي في الدنيا تم تقسيمها إلى 3 أنواع من الكتب فقط: إما روايات وقصص، أو كتب أطفال، أو كتب معرفة. كل الدنيا. نصيحتي: اجعلوا 9 أعشار قراءتكم في كتب المعرفة، والعشر فقط في الروايات والقصص. فمن لا يقرأ يجب أن يقرأ، والذي يقرأ يجب أن يوجه قراءته ويجعلها منهجية. لا شك كلنا دخلنا المدارس، ولا شك أن المدارس تعلمنا، لكن بحكم أني أدير مجموعة من المدارس العالمية أحب أن أؤكد لكم أن مناهج التعليم عندنا وعندكم في عالمنا العربي وفي كردستان مناهج سيئة جدا، إلا ما ندر، استثناء نادر جدا. حكم أني أنا أخذت الثانوية من أمريكا، ثم البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كلها في أمريكا، فأعرف التعليم الغربي بأعماقه. الدنيا اليوم وصلت إلى أشياء خيالية من التعلم، وما زلنا نحن نستعمل الطرق البدائية في التعلم. ما زالوا يعلمون بعض النظريات العلمية التي انتهت، والتي ما عادت تدرس في كتب العلم.
حتى في الفيزياء والكيمياء ما زالوا يدرسون أشياء انتهت. فلما يتكلموا عن الإلكترون والذرة ويتكلموا أن الإلكترونات لها مسارات معينة أشياء كلها تغيرت. الدنيا تم إثبات أشياء أخرى، ما زلنا ندرس الأشياء المتخلفة. كيف سنقود البشرية إذا كان العلم الذي عندنا فيه تخلف؟ ولذلك يجب أن يتخصص بعضكم في التعليم، لكن يكون عنده هدف، أن المدرسة التي تعلمنا منها، وجزاهم الله خير من وضعوا المناهج ومن درسونا إياها، آن الأوان أن إحنا كأمة نتحرك بقوة يعني نحدث ثورة في مناهجنا. دولة مثل كندا عرفت قيمة التعليم وتصرف على التعليم، اسمعوا، على تعديل المناهج، فقط المناهج، ليس كل التعليم، فقط على تعديل المناهج صرفوا 5 بليون دولار، بس المناهج ليس التعليم. الدنيا تطورت تطور غير عادي، ولولا الوقت لشرحت لكم بعض التطورات الكبيرة التي حدثت في التعليم، والتي نحن اليوم نطبقها في المدارس التي ننشئها في الشرق الأوسط. فلا تكتفوا بما تعلمتم بالمدارس، لأن المدارس نحيح علمتنا، لكن نحن لم نأخذ العلم الحقيقي بعد. ولا شك كذلك الجامعة تعلمنا، لكن الحياة تعلمنا أكثر. اسمعوا جيدا، وخاصة طلبة الجامعات منكم، كم تطبقوا من مناهج التعليم الجامعي في حياتكم الفعلية بعد التخرج؟ أعيد، كم تتوقعوا نسبة ما تطبقوه مما تتعلموه في الجامعة؟ كانت النسبة قبل حوالي 10 سنوات تم قياسها، وكانت النسبة أن الطالب الجامعي عندما يتخرج يطبق ما لا يزيد عن 10% فقط مما يتعلم في الجامعة. ثم تم دراسة هذه المسألة في العام الماضي. تعرفوا النسبة الحديثة كم؟ شفتوا التعليم هذا كل اللي قاعد تأخذوه؟ لا تطبقوا أكثر من 2% فقط مما تأخذوه في الجامعة. فالتعليم الجامعي لن ينفعكم، والتعليم المدرسي لن ينفعكم. وتذكروا قانون رئيسي، وأيضا رسالتي هنا لمن فيكم يدرس ماجستير ودكتوراه، أن التعلم الحقيقي يأتي بعد الجامعة، ليس أثناء الجامعة، بما فيها الدكتوراه. الإنسان لا يتعلم من الدكتوراه شيئا. أقول لكم شيء، الدكتوراه إذا أخذتوها من جامعة محترمة ستجدوا أنها لا تعلمكم العلم. ما رأيكم؟ أنا أتكلم عن جامعات محترمة، وأنا كنت في الجامعة الثالثة على مستوى العالم في الهندسة، مع ذلك لم أتعلم العلم من الجامعة، وإنما تعلمت العلم بعد الجامعة. تعرفوا ماذا تعلمكم الجامعة الصح؟ بل العلماء، حتى علماء الشريعة الصح، إذا أرادوا أن يدرسوا تلاميذهم، تعرفوا أعظم تعليم ما هو؟ هو أن نتعلم كيف نتعلم، وأن نتعلم، اسمعوا جيدا، وأن نتعلم كيف نفكر. هذا هو التعليم الحقيقي. الدكتوراه إذا أخذتوها من جامعة صح ستعلمكم طرق البحث وطرق التفكير والمنطق الصحيح، وتعلمكم كيف تتعلموا. هناك مثل شهير يقول: لا تعطني سمكة، علمني كيف أصطاد. هذا المثل خطأ، هذا المثل غير صحيح. هناك مثل أحسن منه بكثير. لو لم تعطني سمكة وعلمتني كيف أصطاد، لكن البحر ظل هائجا أسبوعا كاملا، أيضا سأجوع.
المعنى الأفضل والمعنى الأعظم: لا تعطيني سمكة ولا تعلمني كيف أصطاد، علمني كيف أتعلم، تفتح لي كل الأبواب. فتعلموا في شيء، اسمعوا جيدا يا شباب، في شيء اسمه منهجية التعلم، مش التعليم، ليس التعليم. في هناك شيء اسمه education تعليم، وفي شيء اسمه learning تعلم. لا تكتفوا بالتعليم، وإنما خذوا التعلم وتعلموا منهجيات التعلم. وطبعا هذا موضوع كبير ومهم، واللي عندي دورة كاملة فيه لم أسجلها بعد، لكني قدمتها عدة مرات، وإن شاء الله يوم من الأيام أسجلها. وإن شاء الله إذا صار لي زيارة قادمة لعلنا يكون لنا جلسة حول منهجية التعلم وليس منهجية التعليم. لكن من أعظم ما يعلمنا هو الحياة، تعلمنا أكثر من الجامعة وأكثر من شيوخنا وأساتذتنا على كل قدرهم عندنا. الحياة تعلمنا أكثر. وتذكروا هذا المبدأ، أن التأخر في التعلم يؤخركم في كل الحياة. أعيد: التأخر في التعلم، ليس التعليم، التعلم. الذين يدرسوا في الجامعة، وسامحوني على المثل، ويغشوا في الامتحانات، وما أكثرهم. تعرفوا كم النسبة؟ نسبة الذين في بلادنا يغشوا في الامتحانات 98%. طب أنا أسألكم بالله عليكم سؤال: من فيكم مستعد لا سمح الله تجرى له عملية جراحية على يد طبيب نجح بالغش؟ من منكم مستعد يركب في طائرة الطيار نجح بالغش؟ من فيكم مستعد يعطي بيته الذي سيبنيه إلى مهندس نجح بالغش؟ عرفتوا ليش احنا نتكلم عن هذه المسألة؟ كثير من الناس يظن أن الهدف هي هذه الورقة اللي اسمها الشهادة. هذه لا قيمة لها ولا تعطيكم حقيقة وزنا في الحياة. وأقول لكم شيء: الذين يغشوا في الامتحانات هؤلاء جد 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 يعرفوا أنهم نجحوا بالغش، ويعرفوا أن هذه الورقة لا يستحقوها، وبينهم بين أنفسهم سيحتقروا أنفسهم. لا تتنازلوا عن التعلم. ليس الهدف الشهادة، ليس الهدف الشهادة، الهدف التعلم. عندي واحدة من بناتي الله يحفظكم جميعا أخذت ماجستير، ثم أخذت ماجستير ثاني، ثم أخذت ماجستير ثالث، وبدأت في الماجستير الرابع. في يوم من الأيام أنا أكلمها: لا يا بنتي كافي، روحي دكتوراه. فسألتني سؤال غريب جدا الجمني، ما عرفت أجاوب. قالت لي: أنت تهمك الشهادات ولا يهمك العلم؟ أوف. سؤال لكم أيضا: يهمكم الشهادات ولا يهمكم العلم؟ هل يهمكم شهادة عشان تحصلوا على وظيفة، ولا يهمكم أن تتعلموا حتى تنفعوا بلدكم وأمتكم والبشرية كلها؟ كثير من الناس يأخذ شهادة لكنه لم يتعلم. لا تتأخروا في التعلم، ولا تعتمدوا على وسائل تعطيكم ورقة لكن لا تعطيكم علما. إياكم أن تفعلوا هذا. الآن اسمحوا لي أن أشارككم بأهم دروس الحياة التي تعلمتها، وطبعا هي دروس كثيرة جدا، ولذلك لما جيت أحضر هذه المحاضرة تعبت تعب شديد. ماذا أقول وماذا أترك، لأن الوقت محدود، ولذلك اخترت لكم 20 درسا سأعطيكم إياها. 20 درس لمن يحب أن يكتب. 20 درس هي أهم دروس الحياة، سواء تكتبوا على ورقة أو تكتبوا في هواتفكم، لكن لعل هذا هو أهم ما تستفيدوه. وتعلموا أن تتعلموا من علمائكم مشايخكم أهم دروس الحياة، واحرصوا على هذا التعلم. أقول لكم قصة لطيفة.
هناك أحد علماء أمتنا من المذهب المالكي، هو أستاذ وأحد الأساتذة الأربعة الرئيسيين في المذهب المالكي بعد الإمام مالك رحمه الله تعالى، اسمه عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب هذا له قصة طريفة لطيفة. أمه مصرية وهو عايش في مصر، وهذه أم حريصة أن ابنها يأخذ أعلى درجات العلم، فسألت من أعلم من على الأرض، من أعلم واحد على الأرض كلها؟ فقالوا لا نعلم أعلم من الإمام مالك في زمانه، وهو في المدينة المنورة وهي في مصر، وعندها ولد ذكي جدا اسمه عبد الله بن وهب عمره 10 سنوات فقط. فأرسلته إلى الإمام مالك وقالت شوفوا الأم، أم صعب عليها جدا أن تفارق ولدها، فأرسلته إلى الإمام مالك في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، وقالت له ما ترجع، تبقى مع الإمام مالك إلى أن يموت، لن تجد أعلم منه. فيقول ذهبت إلى الإمام مالك، طفل صغير 10 سنوات لكنه ذكي جدا. في يوم من الأيام هذا الطفل جالس في حلقة الإمام مالك بالآلاف بلا مبالغة، حتى كان عندما يتكلم يقول جملة ويسكت فيبلغها الذين في الوسط للذين في الوراء، وهكذا ما عندهم ميكروفونات، جملة كان. وهذا عبد الله بن وهب بين الناس اللي جالسة، طفل صغير، الإمام مالك ما هو منتبه إليه، إلى أن حدث صغير جعل الإمام ينتبه لهذا الطفل وتبناه علميا وماليا. يوم من الأيام بينما الإمام مالك يحدث الناس، وعلى فكرة الإمام مالك كثير من الناس ما يعرفوا معلومات عنه، شكرا. الإمام مالك طويل وأزرق العينين وأشقر الشعر مثل بعض الأكراد، وكان له هيبة، لا تتخيلوها. يوم من الأيام دخل عليه أحد الخلفاء، بس عشان تعرفوا هيبته، دخل عليه أحد الخلفاء فقام الناس للخليفة وجاء للإمام مالك فجلس بجانبه، هم عادة يجلسوا على كرسي كبير، فجلس بجانبه وقال أكمل يا إمام. فقال الإمام مالك أجئت يا أمير المؤمنين مستفتيا أم متعلما؟ تريد فتوى لها علاقة بشؤون الحكم ولا جاي تتعلم؟ قال بل جئت متعلما. قال قم واجلس مع الناس. فقام وجلس مع الناس. كان هكذا الإمام مالك، هيبة، ما يعني متخيلين آلاف لا تسمعوا همسا في مجلس الإمام مالك. المهم فحدث صغير غير تاريخ عبد الله بن وهب. بينما الناس في المسجد النبوي، وكان يدرس في المسجد النبوي، والإمام مالك يتحدث، فجأة وإذ واحد عند باب المسجد يصرخ بصوت عالي: جاء فيل إلى المدينة، جاء فيل. أهل المدينة يقرأوا سورة الفيل بس ما عمرهم شافوا فيل في حياتهم، لم يروا فيلا في حياتهم، فهذا فيل جاء. فقام كل الناس وخرجوا من المسجد لينظروا إلى الفيل، ولم يبق في مجلس الإمام مالك ولا واحد، حتى العلماء قاموا، إلا هذا الطفل الصغير عبد الله بن وهب. فالتفت إليه الإمام مالك قال: يا بني لماذا لا تذهب وتنظر إلى الفيل؟ قال: يا إمام ما جئت من مصر لأنظر إلى فيل، جئت لأنظر إليك. فعرف الإمام مالك قيمته وبدأ يرعاه رعاية خاصة. نحن عندما نرى من تلاميذنا من فعلا جاد في التعلم
والله أنا أقول لكم، ليس أنا فقط، كل العلماء، كل الدعاة، كل المصلحين، عندما نرى تلميذ من تلاميذنا أو طالبة من طالباتنا جادين في طلب العلم، والله نعطيهم أكثر مما نعطي الآخرين. فالإمام مالك بدأ يتولاه. هو يروي عن نفسه فيما بعد، عبد الله بن وهب يقول: صاحبت الإمام مالك 20 سنة، 20 سنة وهو يتعلم منه. يقول: أما أصول العلم، الفقه والأصول والكذا، فأخذتها في سنة حفظتها كلها، وبقيت 19 سنة أتعلم منه الأدب. على فكرة كثير من الناس يحرص على العلم والشهادات، لكن القيم والمبادئ يتنازل عنها. ما قيمة هذا العلم؟ فتعلموا وخذوا من أساتذتكم ومن آبائكم ومن أمهاتكم دروس الحياة. دعونا نستعرض أهم دروس الحياة التي تعلمتها. الدرس الأعظم هو قول الله سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الدنيا فانية، ومهما وصل الإنسان فيها من المراتب والتنعم ما قيمتها بالنسبة للآخرة، ما قيمتها. إياكم تنسوا هذا الدرس. وذلك اللي مقصر في صلاته يتذكر هذا الدرس. وفي بعض الشباب المصلين بارك الله فيهم، لكن ما يعرفوا شيء اسمه صلاة الفجر، يعرفوا صلاة الصبح، يعني متى ما قام يصلي. فليتذكر هذا الدرس. طبعا اللي ما يصلي وهو مؤمن بالله ومؤمن بالآخرة يعيد النظر في كل حياته، يعيد النظر في حياته كلها. وين رايحين؟ ما هو هدفكم؟ كم ستعيشوا؟ فكروا: وللآخرة خير لك من الأولى. الدرس الثاني: حددي منظومة القيم التي تعيش وفقها. عيشوا وفق قيم، مبادئ. أعطيكم بعض القيم التي تعلمتها في حياتي وتبنيتها. طبعا في قيم عامة يسموها، لها اسم علمي، اسمها The Universal Values، القيم العالمية. هنا نتحدث عن الصدق والأمانة والتواضع، ما حد يختلف عليها، حتى الكفار يتفقوا عليها، ما كل البشر يتفقوا عليها. أنا لا أتحدث عن هذه التي لا يختلف عليها الناس، بالإضافة إليها يحتاج الإنسان أن يحدد قيم خاصة به وبها. مثلا من القيم التي أعيش أنا شخصيا وفقها أن عقلي ليس للبيع. عقلي ليس للبيع. إذا قيل أمامي كلام غير منطقي ما أقبله. والله قال عالم شرقي أو غربي، والله لو يقول أكبر علماء الدين، واسمحوا لي أكون جريئا، كثير من علماء الدين يقولوا كلام غير منطقي ولا يدخل العقل، ويطالب الشباب بالتسليم. لا تسلموا عقولكم، لا تقبلوا هذا شيء غير منطقي، لا تقبلوه. لا تبيعوا عقولكم لعالم ولا لشيخ ولا لحاكم ولا لحزب ولا حتى لأب ولا أم. ما تبيعوا عقولكم لأحد. واللي عنده سؤال يسأل، ومن حقه أن يسأل، ومن حقه أن يحصل على إجابة. التسليم، هذا التسليم أمر جميل، لا ما هو خطأ، لكن فيه ما هو أجمل منه. سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فجاءه الجواب: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أنا مسلم، أنا مؤمن. هذا السؤال لا يتنافى مع الإيمان. عندما تتساءل هذا لا يتنافى مع الإيمان، لكن هناك شيء تسليم وهناك شيء اسمه يقين، وهو أعلى من التسليم. كيف نصل إلى اليقين؟ ليس بالتسليم وإنما بالسؤال، والسؤال الذي شكله شك، لكن هو ليس شكا في الإيمان،
شك في العلم، فننتقل من العلم إلى اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، خلص هذا مسألة خالصين منها، ولكن ليطمئن قلبي. جاء في صحيح البخاري تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القصة، فقال، شوفوا رسالة للشباب، ها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. إذا إبراهيم عنده تساؤلات، شباب من حقهم أن يتساءلوا. هذا إبراهيم خليل الله، احنا إيماننا أقل، فمن طبيعي جدا أن نتساءل. تساءلوا، ومن حقكم أن تحصلوا على إجابة، وإياكم أن تقبلوا شيخ يقول لكم هذا سؤال ليس له إجابة. أنا عشت مع ما يعيشه كثير من الشباب اليوم لما كنت في سنكم، وكنت أسأل العلماء وتأتيني إجابات لكن عقلي ما يتحمل هذا. عقلي ما يتحمل واحد يقول لي كلام غير منطقي، أو واحد يقول لي كلام بس هي كده سلم، ما أقبل. فصرت أبحث وأقرأ وأدرس وأسأل، وذهبت في أمريكا درست بالإضافة للهندسة والإدارة، درست مقارنة الأديان، درست كل الأديان، درست البوذية والهندوسية والكونفوشية واليهودية والمسيحية، درست مقارنة أديان، ودرست فلسفة، ودرست المنطق، ودرست المنطق الرياضي، وبديت أبحث وأقرأ بنفسي. أقول لكم شيء يا شباب، بعد 15 سنة من التعلم والبحث وصلت إلى الإجابات. فلا تظنوا أن أسئلتكم ليس لها إجابة، لا تظنوا ذلك، لكن الذين تسألونهم هم الذين ما عندهم إجابة. فاطمئنوا بالإيمان، وتأكدوا أن هذا الدين يقوم على منطق وعلم ومنهجية، وسأشير إلى بعضها. هذه واحدة من قيمي، عقلي ليس للبيع، من قيمي الرئيسية حريتي ليست للبيع. ما حد يقيد حريتي، لا حاكم ولا رئيس في العمل ولا غيره، ما حد يحيد. في اللحظة التي أشعر أن حريتي قيدت أثور، ما أتحمل. قدسوا الحرية، إياكم أن تقبلوا باستبداد، إياكم أن تقبلوا باستعباد وظيفي، إياكم عيشوا وفق حرية. هذه مبادئ، هذه قيم يعيش الإنسان وفقها، وغيرها طبعا منظومة طويلة. درس ثالث من دروس الحياة: العمر قصير فاغتنمه. طبعا هذه يمكن كلمة تسمعوها من الوعاظ، والوعاظ على راسي وأحترمهم، لكني لست منهم. أنا لست واعظا ولا أحسن الوعظ، أنا لا أحدث العواطف، أنا أحدث العقول. الوعظ يحدث العواطف، أنا أحدث العقول. العمر قصير فاغتنمه يعني إيش؟ هذا كلمة ينفعوها دائما من الوعاظ. لا، فموا جيدا هذه المعادلة. إيش يعني فاغتنمه؟ يعني أكثروا من الإنتاج. يعني يوم القيامة الحساب سيكون على الإنجازات، على الإنتاج، بالإضافة للإيمان. كم أنجزنا، كم أنتجنا. ألا تعلموا أن في التاريخ، وتعرفوه كثيرا، تعلموا في التاريخ أناس منجزين إنجاز غير عادي وعمرهم قصير جدا، صح؟ غير عادي. احنا في الشعر العربي، أنا من عشاق الشعر، ففي الشعر العربي شاعري المفضل هو أبو القاسم الشابي من تونس، وصاحب القصيدة الشهيرة اللي يعرفها الجميع: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه قصيدة اسمها قصيدة الحياة، لكنها جزء من ديوان شعر، وعنده أكثر من ديوان، بس ديوانه كبير. هل تعلموا يا أبنائي يا بناتي أن أبو القاسم الشابي هذا الشاعر المبدع مات وعمره 23 سنة؟ الآن كل واحد يقيس نفسه، ماذا أنجز، ماذا أنتج. العمر لا تنتظروا
أن يحدث شيء عشان تنجزوا وتنتجوا. فكروا في الإنجاز، فكروا في ترك بصمة، في ترك أثر. هكذا يحسب العمر، فاغتنموه. وحتى في معادلات الحياة خلونا نفهم هذه المعادلة أيضا. جزء من المعادلة أن الإنسان يحسب الأولويات. شوفوا عبد الله بن وهب نفسه رحمه الله تعالى، في يوم من الأيام كان الإمام مالك عنده درس بعد صلاة الظهر، فبعد ما صلوا الظهر اجتمع الناس عند الإمام مالك، من بينهم عبد الله بن وهب. بعدين بعد 10 دقائق من بداية الدرس قام عبد الله بن وهب وذهب إلى زاوية المسجد النبوي، صلى ركعتين ثم رجع، فأوقف الإمام مالك درسه ووجه الحديث لابن وهب والكل يسمع. قال: ما هذا الذي فعلت يا ابن وهب؟ قال: يا إمام، أنا نسيت أصلي سنة الظهر فقمت صليتها ورجعت. فقال الإمام مالك: والله ما الذي قمت إليه بأكثر أجرا مما قمت عنه. العبادة هي ليست فقط صلوات وشعائر. سؤال: هل ممكن يدخل الإنسان الجنة ودرجات العليا من الجنة عن طريق السياسة؟ طبعا نادر، بس ممكن. ها؟ ممكن طبعا، لأن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد من؟ إمام عادل، صح؟ أول واحد. طبعا ممكن يدخل الجنة عن طريق السياسة. طيب سؤال: هل ممكن يدخل الجنة عن طريق الرياضة؟ طبعا. طب ما رأيكم، هل ممكن يدخل الجنة والدرجات العليا من الجنة عن طريق الفن؟ طبعا. الجنة ليس لها طريق واحد، والمسألة هي بالإنتاج، وكل ميسر لما خلق له. أحد أصدقاء الإمام مالك اسمه الفضيل ابن عياض، صديق الإمام مالك. الإمام مالك من أكبر العلماء، الفضيل من أعظم العباد، وكان يسمى عابد الحرمين، بين مكة والمدينة دائما رايح جاي بين مكة، ما يروح غيرهم. في يوم من الأيام الفضيل أرسل رسالة إلى الإمام مالك، قال: يا إمام، أراك انشغلت بتعليم الناس عن العبادة، شغلك تدريس الناس عن العبادة، ولو انشغلت بالعبادة لكان خيرا لك. طبعا هذا طريقة تفكير العابد، لكن العالم العميق اسمعوا رده. قال: يا إمام، إن الله خلق الخلق ووزع الأرزاق، والأرزاق ليست الأموال فقط، فمنهم من أعطاه الله مالا وحبب إليه الصدقة، ومنهم من حبب إليه العبادة، ومنهم من حبب إليه الجهاد، ومنهم من حبب إليه العلم، وكل ميسر لما خلق له. الشاطر هو اللي يعرف كيف يشتغل بما خلق له. يا بنتي، أنت خلقت لأي شيء، لأي شيء في الحياة، لأي مجال اغتنميه. لا تحاولوا أن تكونوا شخصا آخر. فكروا في قدراتكم، فكروا في عقولكم، فكروا في رغباتكم، في عشقكم، ماذا تعشقوا، وركزوا عليه. هكذا نغتنم العمر. درس رابع، هذا ليس مني لكني تعلمته، اسمه اسأل لماذا 6 مرات. هذا منهج علمي غربي اسمه Ask 6 Whys. كلمة واي لماذا 6 مرات. Ask 6 Whys. لماذا أنتم هنا؟ والله نريد أن نتعلم. لماذا تريدوا أن تتعلموا؟ ونستمر. اللي جاوبني سأسأله بعدها لماذا. تعرفوا عندما تسألوا هذا السؤال 6 مرات ستصلوا إلى واحدة من 3 إجابات فقط، بس 3 إجابات. مهما لفيت ودرتوا في النهاية ستصلوا إلى واحدة من 3.
إما لرضاء الله سبحانه وتعالى، أو لتحقيق رغبة وشهوة. ليش الناس تعمل أي عمل؟ إما لرضاء الله سبحانه وتعالى، أو من أجل الرغبة والشهوة، أو من أجل أن أشعر بإنسانيتي. ليش هو بس المسلمين عندهم إنتاج؟ بس المسلمين عندهم رحمة؟ في كثير من الناس عندهم رحمة. لماذا عندهم هذه الرحمة وهو يمكن ما يؤمن حتى بالله، ملحد، لكن عنده رحمة؟ ليش عنده رحمة؟ لأن ما يشعر أنه إنسان بدون هذه الرحمة. راجعوا نيتكم، راجعوا المقصد النهائي. هذا هو الدرس. فكروا في كل شيء تعملوه ما هو الهدف النهائي من ورائه، وتأكدوا أنكم تعرفوا نيتكم. لأن كثير من الأحيان الواحد يشتغل بس ما هو فاهم لماذا، يصير يشتغل عادة. درس الخامس ينبني على هذا: كن إنسانا. داعش الله يلعنهم عصابة مجرمة. على فكرة أنا لا أظن أن في أحد هاجم داعش قبلي. في اليوم الذي أعلنوا عن أنفسهم، في نفس اليوم أعلنت أن هذه عصابة خطرة يجب القضاء عليها. في الوقت اللي كانوا يرفعوا شعارات متميزة: الخلافة والوحدة وعزة المسلمين. أنا دارس والله رأيتهم في التاريخ والله أكثر من 20 مرة نفس الشيء، نفس الطرح ونفس الشغل. نعرف هؤلاء كانوا خطر وما زالوا خطر، ليس على الأبرياء وليس على الحكومات، هؤلاء خطر على الإسلام نفسه. لا شوهوا الإسلام، بالإضافة إلى تدمير وتأخير للأمة وتعطيل للقدرات وقتل للعلماء وتدمير لآثار تاريخية عظيمة وغيره. إيش هذا المنهج التعيس؟ هذا المنهج منطلق من ماذا؟ تعرفوا منطلق من ماذا؟ من عدم فهم الإسلام نفسه. ما فهموا الإسلام نفسه. الإسلام لا يعلمنا، اسمعوا جيدا، الإسلام لا يعلمنا الغرور. صح؟ ليش؟ أول معصية إيش هي؟ معصية إبليس، أنا خير منه. هذه أول معصية، صح؟ الغرور هذا أنواع. ممكن الإنسان يغتر بدينه، يغتر بعلمه، يغتر بجماله، يغتر بماله، يغتر بنفوذه وقوته. الغرور أشكال وألوان، لكن تعرفوا أسوأ أنواع الغرور ما هو؟ هو أن يغتر الإنسان بتدينه، متدين ويرى نفسه أحسن من الباقين، متدين ويرى أنه أحسن من باقي البشر. إيش هذا؟ هذا عكس هدف الإسلام كله. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى هو واحد من أكبر اثنين من التابعين بعد الصحابة، سعيد بن المسيب والحسن البصري. يوم من الأيام الحسن البصري جالس مع مجموعة من العلماء يتناقشوا حول التواضع. ما هو التواضع؟ فكل واحد يبدي رأيه وهو الوحيد اللي ساكت وهو أعلمهم. فلما ما اتفقوا ما هو التواضع بالضبط ما هو التواضع، فبعدين التفتوا له قالوا: يا إمام وأنت ماذا تقول؟ قال: أقول قد أكثرتم، طولت في مسألة ما تحتاج كل هذا الكلام. قالوا: إذن ما هو التواضع؟ قال: التواضع ألا ترى أحدا إلا وتظن أنه خير منك. هذا التواضع. لكن لما الإنسان يشعر أنه أحسن من الناس، بعض المسلمين يشعر أنه أحسن من غيرهم، هذا ناقض الإنسانية. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلمين ولا رحمة للعالمين؟ عالمين. كونوا كل واحد فينا يطبق إنسانيته. عندما نتعامل مع غير المسلم إياكم تتعاملوا بترفع، إياكم تتعاملوا بعلو، إياكم، لأنه يتناقض مع أصل الدين.
تعرفوا أنا لما أتعامل مع نصراني ولا مع ملحد ولا مع غيره، أنا أتعامل أن هذا إنسان مثلي وقد يكون أفضل مني. هذا الذي علمني إياه الدين، وهذا الذي علمتني إياه الحياة. وأتعامل مع هؤلاء بحب. اسمعوا، بحب. نحن لا نكره البشر، احنا نكره من يعتدي علينا، نكره من يظلم، نكره عمله، بس ما نكره البشر. نحن لا نكره البشر، نحن نحب الخير للبشر، نحن نتمنى الخير لكل البشر. أنا شخصيا لما أكون في خطبة الجمعة وأسمع دعاء الإمام يقول اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أقول ليش المسلمين؟ أنا بيني وبين نفسي اللهم اشف مرضانا وكل مريض. ليش بس المسلمين؟ ليش؟ إيش الأنانية هذه في الرحمة؟ أنانية في الرحمة. كونوا بشرا، عيشوا إنسانيتكم، عيشوا إنسانيتكم. الإنسان رحمة، الإسلام رحمة للعالمين وليس للمسلمين فقط. وذلك لو أنا ما أحب الناس غير المسلمين ما أتمنى لهم الخير، بس أنا أتمنى لهم الخير في الدنيا والآخرة. أنا ما أتمنى أن أحد يمرض، ولا أتمنى أن كارثة تصيب ناس غير مسلمين. بعض الشباب اللي ما يفهم هذه المعاني، لما تصير كارثة في بلد غير مسلم، لا ما هم مسلمين مش مهم. ايش هذا؟ تناقضتم مع انسانيتكم. اياكم تفقدوا انسانيتكم، وباسم الاسلام نفقد انسانيتنا. كيف هذا؟ كونوا ذوي رحمة، احبوا البشر، احبوا الخير للبشرية والانسانية. اكرهوا الظلم، اكرهوا الطغاة، بس ما تكرهوا الناس وتكرهوا غير المسلمين. اياكم تفعلوا هذا، تكونوا خسرتوا انسانيتكم، والذي يخسر إنسانية ما يعد إنسان. درس سادس، تذكروا هذا المبدأ: لن تحصلوا على كل ما تتمنوه في الدنيا. ليس كل شيء تتمنوه في الدنيا تحصلوا عليه. هذا من القصص اللطيفة، هي ليست قصة حقيقية بس يعني احنا نستعملها في التدريب. في واحد شاب قرر يتزوج، فقال والله هذا الزواج ما في مجال للخطأ، لازم أتزوج صح، ما يصير أتزوج غلط وبعدين أحاول أصلحها. فجلس قال خليني أفكر ما هي مواصفات البنت اللي حتزوجها. فكتب صفحة كاملة: أن تكون امرأة عالمة جميلة تقية ورعة شاعرة، وحط 30 شرط. 30 شرط. طبعا بدأ يدور عليها، ما لقاها، لن تحصل على ما تتمنى. ما في، البنت هذه مش موجودة. فكل فترة يتنازل عن شرط شرطين، كل فترة ما في اللي يتمناه، ما محصلة. مرت السنين والتقى واحد من أصحابه من زمان ما شافه، بعد التحية والسلام وكذا والعناق، قال فلان تزوجت؟ قال لا والله بعد. قال ايش اخبار شروطك وصفحة شروطك، ايش بقى منها؟ قال باقي ان تكون امرأة. يا شباب، بالذات شبابي، لا تبالغوا، لن تحصلوا على كل ما تتمنوه. فبما أني لن أحصل على كل ما أتمنى، إذن السؤال للعاقل: ما هو الذي أستطيع أحصل عليه لكن أعلى ما يمكن؟ ما أستطيع أحصل على كل شيء، ما أستطيع أحقق كل شيء. أنا ما أتكلم هنا عن الزواج فقط، أنا أتكلم عن المناصب، وأتكلم عن الأثر، وأتكلم عن التغيير، لن تحصلوا على كل ما تتمنوا. أنا أتحداكم تذهبوا المقبرة وتجدوا شخص واحد مات وقد انتهت أعماله، ما عنده شغل خالص، واحد بس ما عنده أي شغل، ما في أحد يحصل على ما يتمنى. ففكروا بهذه العقلية: لن أحصل على كل ما أتمناه، فما هو الشيء الذي أستطيع أحصل عليه لكنه بأعلى الدرجات؟ فكروا بهذه العقلية. الدرس السابع: اختر حياتك وخطط لها.
اختر حياتك، اختاري يا بنتي حياتك. حياتنا لا يشكلها أبائنا وأمهاتنا، حياتنا لا يشكلها حكامنا ولا شيوخنا ولا أساتذتنا، حياتنا احنا نشكلها، احنا نشكل حياتنا. شو أقول لكم قصة. قبل فترة، وهذه قصة حقيقية، جاني شاب سعودي عمره حوالي 35 سنة، قال لي دكتور أحب استشيرك في شغلة. تفضل. قال أنا شاب سعودي عمري 35 سنة، طبيب، أنا طبيب وأكره الطب. قلت له ليش دخلت الطب؟ قال والله دخلت الطب لأن أبوي أجبرني إني أدخل طب، أجبرني أبوي إني أدخل طب. قلت له والآن؟ قال تخرجت طبيب واشتغلت طبيب وأنا أكره الطب وما أني عاوز أزعل أبوي، فظليت في الطب. قلت له والآن؟ قال أخيرا أبوي وافق إني أترك الطب. الآن وافق. ها؟ تعرف إيش سويت يا ابني؟ أنت سمحت لأبيك أن يشكل حياتك. اسمعوا جيدا، أنا بينكم جيل شباب، في شيء اسمه بر الوالدين، وفي شيء اسمه رق الوالدين، عبودية الوالدين. الإسلام ما يدعونا لعبودية الوالدين، الإسلام يدعونا لبر الوالدين. بر الوالدين هو فيما يتعلق بهما، سعادتهم، راحتهم، صحتهم، خدماتهم، لكن ليست فيما يتعلق بي أنا. ما هي دراستي؟ ما هو عملي؟ من هي زوجتي؟ طبعا قضية الزواج هذه لأن علاقة بين أسرتين لهم رأي، لكن الرأي النهائي لي وليس لهم، لأن هذه حياتي. في بعض الشباب وبعض البنات آبائهم وأمهاتهم هم اللي يشكلون حياتهم، هم لا يخططوا لحياتهم، تركوا حياتهم لآبائهم وأمهاتهم يشكلوها. فهم آبائهم وأمهاتهم هم اللي يختارون لهم التخصص، وهم اللي يختارون لهم الوظيفة، وهم اللي يختارون لهم الزوجة، وهم اللي يقرروا متى يطلقوها كمان. ايش هذا؟ إياكم تقبلوا هذه اللعبة. هذه حياتكم لكم أنتم، خططوا لحياتكم واعملوا فيما تعشقون، واحفظوا هذا المبدأ: إذا عمل الإنسان فيما يحسن، إذا اشتغلت أنا في شيء أنا شاطر فيه، إذا عمل الإنسان فيما يحسن سوف ينتج، راح يكون عندي إنتاج. ولكنك لن تبدعوا إلا إذا عملتم فيما تعشقوا. عندها يأتي الإبداع فيما تعشقوا أنتم، وليس ما يعشق آباءكم وأمهاتكم. اختاروا حياتكم أنتم وخططوا لحياتكم، وخلونا من هذا اللعب اللي قاعد يجري باسم بر الوالدين، ما له علاقة ببر الوالدين، فما نخطئ الفهم، وديننا ما يقول لنا هذا. يمني على هذا مبدأ رئيسي جدا، وهو أن حياتنا هي مجموع قراراتنا. الفقر مثال، في ناس فقراء، أنا أفهم أن الفقر أحيانا يفرض على الإنسان، بمعنى الإنسان مصاب بعاهة، بإعاقة تمنعه من الإنتاج فيعيش في فقر، أو عقله الله سبحانه وتعالى يعني جعل عقله بسيط. وعلى فكرة هؤلاء اللي عقولهم بسيطة إلى الجنة مباشرة. هو المشكلة الكبيرة تعرفون في من عقله كبير ويختار غلط، لكن لا عقله ساذج ويختار على سذاجته، هذا رايح الجنة مباشرة. طيب، فالإنسان واحد منا، من شبابنا من بناتنا، ذكي عاقل واختار الكسل، وبناء عليه صار فقير.
أو جاء من أسرة فقيرة، جاء من أسرة فقيرة، أنا لست من أسرة غنية، فجاء من أسرة فقيرة واختار أن يعيش كما يعيش أهله بالفقر. ليش؟ لذلك تعرفوا حتى في الغرب يقولوا كلمة شوية قاسية، يقولون الفقر قرار اختياري ما هو قرار إجباري إلا على المعوقين، لكن الباقي قرار اختياري. فكر، عمل لك مشروع، خطط كيف تنجح، ابحث في سوقك ما هي الثغرة التي يحتاجها الناس وغير موجودة، اشتغلوا شوية، حركوا عقولكم. فكل شيء في حياتنا، كل شيء، الدراسة، الزواج، الوظيفة، المشروع، كلها قرارات، كلها قرارات، إلى درجة أنه تم تعريف علم الإدارة، أحد تعريف علم الإدارة أن الإدارة هي علم اتخاذ القرارات. ليش؟ ما هو التخطيط؟ قرار. ما هي القيادة؟ قرار. ما هو الإنتاج؟ قرار. لا، تعرفوا ايش ينبني على هذا؟ تعرفوا هذا المعنى؟ تعرفوا ايش ينبني عليه؟ ممنوع التذمر، ممنوع الشكوى، ممنوع البحث عن اعذار. هذه مرة في بنت من البنات اللي كنت ادربهم، شابة في الجامعة من السعودية، فجاءتني تشتكي لي: دكتور، انا طبعا يعني اعرف كيف اتعامل مع الشباب واعرف همومهم، فهي بدأت تتكلم. شوفوا هي تتكلم، انا قاعد اسوي بايدي كذا، طبعا هي مستغربة ليش انا قاعد اسوي بايدي كذا، فقاعد تتكلم هي، فتقول: دكتور، انا بنت سعودية فسويت 2 من اسرة محافظة، وابوي كلمته ما ترد، والجامعة كثير من التخصصات لا يسمح للبنات يدخلوها، وبدأت تعد. هي تتكلم وانا قاعد اعد، هي مستغربة انا ايش قاعد اسوي. فلما انتهت قلت لها: يا بنتي، انت لاحظتي انا قاعد اسوي كذا؟ قالت لي: نعم، بس ماني مستغربة ليش. قلت لها: يا بنتي، انا قاعد اعد الاعذار اللي حضرتك قاعد تذكريها حتى تبرري الفشل. فعديت 26 عذر. فيا بنتي، لأن أنت مسكينة وعندك 26 سبب يمنعك من النجاح، فاقتراحي لك أن تيأسي وتستسلمي. فطبعا هي فورا ردت فعلها، قالت: لا، أنا ما راح أستسلم. قلت لها: إذن لا تذكري لي ولا تذكري لنفسك الأعذار. ليش قاعدة تعدي لي وتعدي لنفسك الأعذار؟ شوفوا، اللي فيكم يبحث عن أعذار عشان ما ينجح والله حيلقى. هذا مرة واحد يقول لي: والله دكتور، يا دكتور، والله أنا شخص مميز بس الحكومة الله يلعنها يا لا ترموا مشاكلكم على أحد. مرة جاني واحد من الشباب وضعه كذا ملخبط وانا اعرف، فبدأ يذكر لي مشاكله واللخبطة اللي في حياته. فلما انتهى قلت له: انت في تحليلك ما هو السبب لكل هذه المشاكل؟ قال: والله دكتور، من كثرتها ومن غرابتها ما عندي تفسير الا ان راكبني جني. ولا تكلم جد، ها، يعتقد ان راكبه جني. فماذا افعل يا دكتور؟ قلت له: انت تتوقع راكبك جني؟ قال لي: ايوه. قلت له: اركبه. ليش تخليه يركبك؟ ليش تخليه يركبك؟ ركبه انت. هو سؤال بسيط جدا: من الاقوى، الانسي ولا الجني؟ الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشيطان قال: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ولما تكلم عن الانسان قال: وان كان كيدهم لتزول منه الجبال. بعدين على فكرة والله أفهم في الدين وأفهم في العقيدة شوية، وكتبت كتب في العقيدة وفي أعماق العقيدة. ما في شيء اسمه تلبس جن بإنس، هذا كلام فاضي.
لا يوجد دليل واحد صحيح على تلبس الجن بالإنس. فالله يخليكم ما حد يدور شماعة يرمي عليها مشاكله. والله راكبني جني وصابتني عين. مرة جاني واحد كل حياته فشل، فقعد أسأله أقول له ما هو السبب؟ قال يبدو دكتور أصابتني عين. قلت له أصابتك عين على إيش؟ أنا أفهم واحد ناجح تصيبه عين، واحد فاشل تصيبه عين بإيش؟ بس شوية عقل الله يرضى عليكم. خلونا من هذا اللعب، خلونا من هذه الشعوذة اللي ينشرها علماء ديننا والتي جعلت ديننا لا عقل فيه. خلونا من هذه الشعوذة. طبعا أنا أؤمن أن هناك جن وأؤمن أن هناك عين، لكني أيضا في نفس الوقت لا أفسر ما يحدث لي ولا يحدث لأحد بالجن. هذا هو العين، هذه غيبيات احنا نؤمن فيها لكن ما نشتغل فيها. وأنا قرأت السيرة بأعماقها، قرأت السيرة من 200 كتاب، وألفت في السيرة وألفت في الخلفاء الراشدين بالتفصيل، كل واحد 400 صفحة. تعرفوا كم مرة ذكرت العين في 53 سنة؟ 23 سنة البعثة النبوية و30 سنة الخلافة الراشدة. تعرفوا كم مرة ذكرت العين؟ مرتين، وكلاهما بالوحي. ما في صحابي يفسر الأمور بالعين، ما في، لأنه غيب. ايش عرفنا؟ ايش عرفني اللي أصابك عين ولا أصابك جرثومة؟ ايش عرفنا؟ الله يخليك ما نلعب هذا اللعب. حياتكم هي مجموع قراراتكم، أنتم اللي تشكلوها، ما يشكلها لا جني ولا حاسد ولا غيره. خلونا من هذا. وعلى فكرة أنا لا أؤمن أيضا بتفسير الأحلام، ما في شيء اسمه تفسير أحلام، هذه خرابيط. لأن القرآن واضح جدا جدا. القرآن ذكر الأحلام 7 مرات، وفي كل مرة يذكر الأحلام يتكلم يقول أضغاث أحلام، خرابيط. الذي يفسر هو الرؤيا وليس الحلم. في كل مرة فيها تفسير وتأويل، الكلام عن الرؤيا، ما عمر الحلم يفسر. فمرة كنت مع 3 من كبار المفسرين، بحكم كنت أدير قناة الرسالة، فنحن نحتك بهؤلاء، ف3 جالسين أمامي، فأسألهم أقول لهم ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الأول ما أعرف. قال ما أعرف. هذا شغلكم اللي قاعد تلعبوا بعقول الناس به وتسترزقوا منه، وهذا الرزق كله حرام. الثاني أيضا ما أعرف. الثالث بدأ يتفلسف شوية، قال الفرق بين الرؤيا والحلم أمر يقع في نفس المفسر. لا والله، من وين دبرتها هذه؟ ما نلعب. الفرق بين الرؤيا والحلم أن الحلم يحدث مرة واحدة، بينما الرؤيا إما رؤيا من نبي ولو مرة واحدة فتكفي، أو إذا غير الأنبياء لازم تتكرر. اقرأوا القرآن. الملك لما قال عن رؤياه في قصة يوسف ما قال إني رأيت، قال إني أرى. والصاحبي السجن ما قال كل واحد منهم إني رأيت، قال إني أراني. في فرق بين رأيت وأرى، صح؟ فكروا، ما حد يلعب علينا ها؟ والقرآن دقيق. فالمهم الله يخليكم، خلاصة ليش طولت فيها؟ أن حياتنا هي مجموع قراراتنا، ما يشكلها لا حاكم ولا حزب ولا حاسد ولا جني ولا حلم ولا. الله يرضى عليكم، كل واحد يتحمل مسؤولية عن نفسه. الدرس 9: اختر معاركك ولا تنتظر من يحاربها نيابة عنك. اختر معاركك. شوفوا، العاقل هو الذي لا يفتح كل الجبهات دفعة واحدة، جزء من العقل. اليوم أمتنا يحكمها طغاة وفاسدون، لكن الطغاة والفاسدين هؤلاء درجات، هم ليسوا درجة واحدة، هم درجات. في ناس طغيان شديد، في طغيان قليل، وفي ناس ما في طغيان لكن في فساد. فالطغيان هذا درجات. ففي بعض الناس مثل داعش
يحارب من اندونيسيا الى امريكا، يفتح كل الجبهات بدون عقل. لا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل هذا. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عداء، كثير من القبائل العربية كانت تعاديه، وكان في قبيلة معادية للمسلمين هم بنو ضمرة. بنو ضمرة هؤلاء إن شاء الله، بنو ضمرة هؤلاء بين مكة والمدينة في الوقت اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صراع مع مكة. طب من هو العدو الأخطر، قريش ولا بنو ضمرة؟ قريش. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وعمل اتفاقية مع بني ضمرة وهم أعداء للمسلمين، قال لهم ما تهاجمونا ولا نهاجمكم، ما تتدخلوا في حربي مع قريش، ما تتدخلوا. بعدين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلتقي بقريش مر على ديار بني ضمرة، فجاء سيد بني ضمرة قال: أنت جاي قاتل قريش تمر في أراضينا؟ قلت له: لازم أمر بأراضيك في طريقي إلى قريش. قال: ما اتفقنا على هذا؟ قلت له: ما اتفقنا على غير هذا، ما اتفقنا أن ممنوع أمر في أراضيك. فقال: إذن أحاربك. قال: إن شئت تركت قريش وبدأت بك. هذا شاف المسألة جد، قال: لا خلاص خلينا حبايب. فظلت الهدنة مع بني ضمرة. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح كل الجبهات دفعة واحدة؟ ليش ما يحارب قريش وبني ضمرة كلهم في نفس الوقت؟ لأن العقل يقول ما تفتح كل الجبهات دفعة واحدة. فيا شباب ميزوا مشاكلكم. عندكم مشاكل على مستوى المحلي، عندكم مشاكل على مستوى الإقليم، عندكم مشاكل على مستوى البلد، على مستوى الأمة، على مستوى العالم، عندكم مشاكلكم على المستوى الشخصي. حددوا ما هي أهم المشاكل وما هي أهم الأولويات، ولا تنتظروا أحد يحارب عنكم، أنتم حاربوا معارككم، بس حددوها ولا تفتحوا كل الجبهات. إياكم، ما يستطيع أحد يفتح كل الجبهات. قانون رئيسي، درس رئيسي من دروس الحياة، الدرس العاشر: أن النتائج الكبيرة تأتي مع التضحيات الكبيرة. على فكرة حتى في التجارة طبعا ممكن يأتي معها خسائر كبيرة أيضا، التضحيات الكبيرة، لكن في ربح صغير يأتي مع المخاطرة الصغيرة، وفي ربح كبير يأتي مع المخاطرة الكبيرة. ففي بعض الشباب يريد أن يساهم في نهضة أمته ويريد أن يحرر فلسطين وبعدين ما هو قادر يدير نفسه. مرة جاني واحد من الشباب فقاعد أدردش معه عن خطة حياته. إيش هدفك؟ قال: هدفي أن أكون قائد فتح فلسطين. قلت له: تصلي الفجر في وقتها؟ فسكت. قلت له: روح صلح نفسك بعدين تعال. الكلام، المسألة بالكلام. تريدوا نتائج كبيرة تأخذوا حياتكم بجد، ولا العفو، لا حد يتفلسف، خذوا نتائج على قدكم. لكن أصحاب الهمة وأصحاب الإرادة عندهم استعداد يقدموا تضحيات كبيرة من أجل تحقيق نتائج كبيرة. هذا درس من دروس الحياة. الدرس 11: اغتنموا الفرصة بل اصنعوها. العاقل هو الذي إذا جاءت فرصة يغتنمها، والأعقل منه هو الذي يصنع الفرصة. أقول لكم قصة لطيفة صارت معي لما كنت أدير أكاديمية الإبداع. فكنا نبحث عن مدرسين في اللغة العربية. المهم على فكرة استعرضنا 700 مدرس، فلم ينجح في اختباراتنا إلا 5، عشان بس نعرف مستوى التعليم وإيش مشاكله. هاي مدرسين مش الطلبة ها؟ المهم فواحدة من الذين رسبوا كان المقابلة معي، فأنا دائما أسأل هذا السؤال، وعندي نصيحة للذين في المقابلات لازم تسألوا هالسؤال. فالسؤال اللي يسأله دائما: ما هي عيوبك ما هي عيوبك في العمل؟ فسألتها: يا أختي إيش عيوبك؟ قالت: دكتور ما ينقصني إلا شيء واحد. والله أنا سعيد جدا جدا اليوم. قالت لي: ليش؟ قلت لها: سعيد إني ألتقي مع شخص ما ينقصها إلا شيء واحد وما عنده إلا عيب واحد.
لاني انا اعرف عيوبي وكاتبها. اسمعوا يا شباب، احد يتفلسف على احد، كل واحد يكون صادق مع نفسه اولا. فانا جلست جلسه مع النفس صافيه كده وكتبت عيوبي، فطلعوا 32 عيب رئيسي غير العيوب الفرعيه. ما اعرف عيوبي، احد يخدعني عن نفسي. فقلت لها سعيد جدا اني التقي مع شخص ما عنده الا عيب واحد. ايش عيبك يا اختي؟ قال دكتور ما ينقصني الا الحظ. لا والله. طيب ما هو الحظ؟ ما هو الحظ؟ قالت الفرصة. يعني وظفني وخلصني. هذا احنا نفهم ايضا. فقلت لها طيب انا حسألك سؤال، الفرص تأتي ام تصنع؟ الفرص تأتي ولا تصنع؟ فقالت الفرص تأتي يا دكتور. لا لا يا سيدتي، دراسات واضحة جدا أن الفرص التي تأتي هي 2 بالألف فقط، مش 2 بالمية، ها 2 بالألف. وعلى فكرة لما تأتي الفرصة تأتي لشخص جاهز لها، ما تأتي لأي واحد. فيا تجهز نفسك للفرصة يا انك تصنع الفرصة بنفسك. فالذي يريد فيكم ان يصبح غني ما راح يصبح غني لوحده كده، لازم يروح يشتغل لها. هو يصنع الفرصة. اصنعوا فرصكم يا شباب، وانتم شباب عندكم فرصة عالية لصنع فرصكم. درس 12، اتركوا اثرا وبصمة. لا تكتفوا بوظيفة، لا تكتفوا بعمل. اياكم ها، يعني الانسان بعد ما يموت الناس تتكلم عنه ويسوون له تأبين او نعي. طيب ماذا سيقولون عنك بعد عمر طويل ان شاء الله صالح عمل؟ ماذا سيقول؟ كانت رحمها الله موظفة جيدة. هل هذه البصمة التي تريدين تتركيها؟ ما هي البصمة؟ ما هو اكبر اثر؟ ما هي اعظم بصمة تستطيعوا ان تتركوها وراءكم؟ فكروا في البصمة، فكروا في الاثر، فكروا في استمرارية الحياة بعد الموت. كيف تستمر الحياة بعد الموت؟ فكروا في هذا. الدرس 13، عيشوا بتوازن. عيشوا بتوازن. هنا التوازن بين 4 أشياء: بين الروح والعقل والعاطفة والجسد. 4 أمور. في بعض الناس يبالغ في قضية العلاقات، حياته كلها علاقات بس ما في شيء ثاني. في ناس يبالغوا في الجسد والاهتمام بالجسد. هذا مرة كنت أنا اشتركت في نادي صحي عندنا في الكويت. هذا نادي كل ما رحت في شاب دائما ألقاه، دائما موجود. فيوم من الأيام مسكت أدردش وياه، فاكتشفت انه طالب جامعي يدرس في الجامعة. قلت له طيب انا دائما اشوفك في النادي، اجي الصباح اجي بالليل. قال دكتور انا كل ما صار عندي فراغ بين الحصص اجي للنادي، ولما اخلص دراسة اروح النادي. قلت له يعني كم ساعة تقضي في النادي كل يوم؟ قال يعني 5-6 ساعات كل يوم. قلت له ليش ناوي تدخل الاولمبياد؟ والله انا قاعد اتكلم كل جد، يعني انا افهم واحد يدخل اولمبياد يتدرب بهذا المستوى، طبعا لازم يتدرب بهالمستوى. قال لي لا. قلت له اذا ليش قاعد تقضي كل هذا الوقت في النادي؟ قال عشان صحتي تكون ممتازة. قلت له شوفوا 6 وايز، اسأل 6 مرات لماذا. فلماذا الاولى ليش انت في النادي؟ السؤال الثاني قال عشان تكون صحتي ممتازة. لماذا تريد ان تكون صحتك ممتازة؟ فقال لي دكتور عشان استمتع بالحياة. قلت له هو بقى حياة؟ ما بقى شيء من الحياة، مدرسة جامعة ونادي، ايش بقى بالحياة؟ فكر، عيشوا بتوازن. في بعض الناس عايشين بالفكر والعقل والقراءة الإنسان العاقل هو اللي عنده توازن، اللي ما عنده عبادة
أو اللي ما يصلي أو يصلي بسرعة ينقرها نقر الديك. وعندي لكم نصيحة: إياكم تستعجلوا في الصلاة. والله لو طيارة حتطير ما تستعجلوا في الصلاة. هذه فرصة اللقاء بالله سبحانه وتعالى، وهي أعظم علاقاتكم، فخذوها بجد. فالعاقل هو اللي يعيش بهذا التوازن. أما اللي عايش عشان جسده، ولا عايش عشان علاقاته فقط، ولا حتى اللي عايش عشان روحانيته فقط. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتبه أن في شاب ما يخرج من المسجد أبدا، ما يخرج، فقال: ما شأنه؟ قالوا: تنسك، خلاص صار ناسك. قال: من ينفق عليه؟ أكيد هو عايش هنا في المسجد، أكيد حد يصرف عليه. من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه. قال: أخوه خير منه. الدين يفهمنا إيش الحقيقة العلاقات بجد. درس الرابع عشر: تعريف الفشل هو التوقف عن المحاولة. بس هذا هو تعريف الفشل، التوقف عن المحاولة. ما دام الإنسان لم ييأس، ما دام يحاول، في احتمال ينجح. متى يفشل؟ ما في أمل لما يوقف. وذلك في يأس واحد مسموح به، بس نوع واحد من اليأس هو المسموح به، وهو اليأس من اليأس. الواحد ما هذا اليأس ما نقرب جنبه، يأسوا من اليأس، هذا ما منه فايدة. سؤال: ماذا سينفع الإنسان لليأس؟ ايش حينفعكم في الدنيا والآخرة؟ ايش ينفعكم؟ على فكرة بعد سؤال آخر: ماذا ينفعكم القلق؟ خايف على المستقبل. طيب هذا خايف على المستقبل، هذا الخوف في الوحدة حينجحكم؟ والحزن على الماضي هذا يجعلكم سعداء؟ ذاك الله سبحانه وتعالى يقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طبعا شيء من الحزن وشيء من القلق طبيعي، لكن المبالغة في هذه المسائل، فالله يخليكم. ما دام الإنسان قاعد يحاول في فرصة أنه ينجح. درس الخامس عشر: كن مرنا في المواقف والخطط، صلبا في المبادئ. صلبا في المبادئ، لازم نفرق. إذا خطة، إذا موقف، إذا اجتهاد، ممكن أغير رأيي، ممكن أتنازل. لكن إذا مبدأ، عندما أرى أنا الدماء تسيل في رابعة ما يمكن أسكت. هذا إجرام، هذا ظلم، ما يمكن أسكت عن هذا الإجرام. بالنسبة لي هذا مبدأ، أكون شاركت في الجريمة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. طيب اللي يقدر بلسانه ويسكت يأثم، فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أسوأ شيء أن الواحد يرضى بالباطل، لكن اللي يقدر يتكلم وساكت. فكنت أقدر أتكلم، ما يجوز لي أسكت لأن مبدأ. لكن المواقف والاجتهادات والخطط نكون مرنين. ميزوا بين الخطط والاجتهادات والمواقف في جهة، وبين القيم والمبادئ في جهة. القيم والمبادئ لا تتنازلوا عنها، ركزوا على هذه وكونوا مرنين في غيرها. قانون رئيسي يخالفه معظم الناس: فكر قبل أن تتكلم أو تتصرف. هذا القانون يخالفه معظم الناس، تلقى يرمي كلمة بدون ما يفكر. حتى في العلاقات الزوجية تلقى يسيء لزوجته إساءة شديدة، وبعد شوية: حبيبتي أنا آسف والله ما قصدي. فكر قبل ما تتكلم، وكذلك قبل أن تتصرف. يا شباب إياكم تتخذوا أي موقف، وإياكم أن تتكلموا بأي كلام سواء شفوي ولا حتى مكتوب، ما دام مهم فكروا فيه. اليوم أنا تشرفت بلقاء المحافظ عندكم، وهو رجل فاضل ما شاء الله وصاحب يعني وعي. أنا عندما ذهبت إليه، وعندما أذهب لأي مسؤول ولا أي شخصية مهمة، أنا محدد ماذا سأقول وماذا لن أقول. فكروا بهذه الطريقة. إياكم
تذهبوا لأي عمل مهم أو تشاركوا في أي مشروع أو تتكلموا أي كلام قبل أن تفكروا. تعرفوا هذا القانون على بساطته هو أكثر قانون يتم مخالفته. الناس تتكلم بدون ما تفكر، الناس تتصرف بدون ما تفكر. قانون 17 اسمه المساعدة لا تعني السيطرة. مطلوب من الآباء والأمهات يساعدوا أولادهم، مطلوب من الأساتذة والشيوخ يعلموا طلبتهم وتلاميذهم، مطلوب من المسؤولين في الدولة أن يدعموا شعوبهم، مطلوب، هذه المساعدة مطلوبة، مطلوب منا جميعا أن نساند من حولنا، مطلوب، لكن المساعدة لا تعني السيطرة. فهي كما نرفض أن أحد يسيطر علينا، نطلب من الناس، نطلب من المسؤولين أن ما يقبلوا ولا يمارسوا سيطرة على أحد. وبالذات هذه رسالة للآباء والأمهات، المساعدة لا تعني السيطرة. درس 18 يقول اعترف واعتذر ثم عدل عند الخطأ. مبدأ بسيط جدا. إذا الإنسان أخطأ يسوي شغلتين: اعترف واعتذر، وبعدين لا تعيدها، بس بهالبساطة. لا تكابروا عندما تخطئوا، لا تكابروا. أنا عندنا في البيت مع أولادي دائما في نقاشات حامية، إلى درجة أن بعض الذين يزوروننا ما مصدقين، يفتحوا عيونهم، معقول يناقشوا أبوهم بهذه الطريقة؟ وبعدين العفو يعني نقاش علمي ومنهجي، وأنا قاعد أرد بالدليل والبرهان وهم يردوا بالدليل والبرهان، ونقاش لا تتخيلوا، والله ما تتخيلوا. فمرة أحد أبناء العائلة زارنا وفتح عينه إيش قاعد اللي يصير، وبعدين أولادي هزموني. قلت والله كلامكم صح. جاءني قال لي أنت بكل علمك وكل هذا تقول هم صح؟ قلت له طبعا، إيش قضية علمي ولا غير علمي؟ إيش علاقتها بالموضوع؟ هم قالوا كلام صح وأنا قلت كلام غلط، ليش أنا ما نغلط؟ في بعض العلماء يظن أن لما يقول أنا آسف ولا أنا أخطأت يظن أن قيمته عند الناس تقل. وهم هذا، والله قيمتكم عند الناس تزداد، قيمتكم تزداد. هذا من اللطائف. مرة جاني واحد قال لي يا أخي والله اليوم تورط ورطة. قلت له خير؟ قال لي في واحد أخطأ في حقي خطأ رئيسي، فقررت أني أواجهه وجهزت كلام ومرتب نفسي. يقول أول ما شفته جاني واعتذر قبل ما أتكلم. قلت والكلام اللي مجهزه وين راح؟ والله تسحب البساط أمام الشيطان وأمام الخلافات. بعدين ايش العفو؟ ايش المشكلة ان الواحد يعتذر؟ ايش المشكلة انه يعترف بخطاه؟ بالعكس، والله سترتفعوا، حتى عند انفسكم سترتفعوا، وبعدين الانسان سيتعلم ويحسن ويرتفع باستمرار. فلا تتكبروا على الاعتراف والاعتذار. درس قبل الاخير، كل هذه الامور التي تعلمناها اليوم وكل الامور اللي تعلمتوها من آبائكم وأمهاتكم ومشايخكم وعلمائكم وكل من علموكم ومن قراءاتكم، مارسوه. إيش قيمة التعلم إذا لم يمارسه الإنسان؟ مارسوه، حولوه إلى خطط، حولوه إلى مواقف، حولوه إلى تصرفات، ولا إيش قيمته؟ كثير من العلماء مملوء بالعلم، لكن ليش أثره ضعيف؟ لأن ما يمارس ما تعلم. كم واحد من علماء والدعاة تعرفوهم سقطوا في الربيع العربي، صح؟ وعلى فكرة في بعض الشباب سقطوا مع سقوط هؤلاء العلماء. لحظة، انتوا دينكم ومواقفكم وحياتكم مرتبطة بهؤلاء ولا مرتبطة بي ولا مرتبطة بأيوه؟ حياتكم انتوا، قراركم انتوا. اللي سقط مع هؤلاء يستاهل، لأنه هو نفسه ضعيف.
وعندي لكم مبدأ احفظوه: إياكم تقتدوا بإنسان حي. علمنا علماءنا قالوا: من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته، ممكن يفتن، ممكن ينهار، فلا تقتدوا لا بي ولا بأي إنسان حي. أقول لكم شيء: لا أحد يقتدي فيه، أنا في النهاية بشر. اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بمن مات وهو على الخير والصلاح، ثم كونوا أنتم قدوة للآخرين. كيف تكونوا قدوة للآخرين؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. مارسوا، ولا نتكلم بشيء ونمارس شيء ثاني، نكون من الذين فعلوا هذا المقت والكره الشديد. والدرس الأخير: كن أنت، كوني أنت. إياكم أن تحاولوا أن تكونوا شخصا آخر، إياكم أن تتقمصوا شخصية أخرى، حتى أهلكم، حتى آبائكم وأمهاتكم. إياكم أن تمسخوا شخصياتكم، كونوا أنتم. الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل فينا هذا الجمال في التنوع. نحن هذا تنوعنا جميل. أنا وأنا ماشي بشوارع سليمانية وفي شوارع أربيل، أنا أحب أراقب الشعوب واختلافها، ووجدت طبيعة جميلة، وجدت ملابس تقليدية جميلة جدا، وجدت الرقي الحقيقة في التعامل. يعني والله ما قاعد أجامل، أنتم من الشعوب الراقية بأخلاقها والله. ويعني الواحد يتشرف بمدحكم. يعني أنا احتكيت بشعوب، في شعوب ناشفة، في شعوب قاسية، في شعوب ذليلة، رأيت هذا. أنتم لستوا هذا جزء من هذا أجمل ما فيكم، أجمل ما فيكم. كونوا أنتم، إياكم أن تكونوا شعب آخر، إياكم أن تكونوا إنسان آخر. حافظوا على هويتكم. وأنا كل ما أقصدها بعمق، وأنا عندي مؤتمر بعد أسبوع عن الهوية وكيف تصنع الهوية وما هي معايير الهوية، وأنا من الناس اللي يعرفوا يقيسوا الهوية. عندي مقياس من 240 سؤال عن الهوية. أقول لكم شيء: مطلوب منا جميعا أن نأخذ العلم بأعلى درجاته، ونحسن تعليمنا إلى أعلى مستوى، ونطور بلادنا لننافس كل دول العالم. لكن افعلوا هذا وأنتم معتزين بهويتكم. اعتزوا بتاريخكم، تاريخ الكردي عظيم. اعتزوا بتراثكم، ملابسكم وتراثكم. يعني لا تفقدوها وصيروا أمريكان ولا عرب، ولا لا تفقدوها، لا صيروا لا أمريكان ولا عرب. جمالكم هو في هويتكم. اعتزوا بحتى طعامكم اللذيذ على فكرة. اعتزوا بملابسكم، اعتزوا بأنكم أكراد. شكرا لكم، بارك الله فيكم، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زور بخير بن سرچاو بخير عسن تانكين دستان خوش به زور دعای لبورنکین دکتر ساعت 6 تیاری هیا جالب رو زور دعای لبورنکین حساب برات درا دوباره بخير بن سرچاو.